السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبو صالح، مساك الله بالخير. هذه قصيدة سميتها ما سويت سوي بك. ما سويت سوي بك. الحضيض يا جماعة اللي بار بوالدينه هذا هو السعيد بالدنيا والآخرة. نصيحة لكل غافل عن والدينه، اتق الله فيهما، أبوك وأمك هما الطريق إلى الجنة، لا تلهي عنهم بالأصدقاء والمشاغل. والأولين يقولون ما سويت سوي بك، بمعنى ما تفعله بوالدينك سيفعله أبناؤك بك عندما يكبرون. جب لهم هدايا، فرحهم، اجلس معهم، رح بهم للعمرة، اكشت بهم، عطهم من حلالك يوزعونه، اشعرهم انهم موجودين، قبل اياديهم، لا تقصر عليهم بشيء، عطهم قبل ما يطلبون. ولا شفت حديهم ضايق صدره تقرب له وناظر وش اللي مضيق صدره، لا تقول وش حيث اخواني ما يهتمون بهم، اكسب الاجر لاجل لا تبرت، قاموا بك عيالك واللي قدم السبت يلقاه الأحد، تواضع لوالدينك يرزقك الله. ولي طلب من كل من يسمع هذه القصيدة من ذكر أو أنثى أن يذهب إلى والدينه ويشتري لهما هدية علشان خاطري، واللي والدينه راحوا للحق يدعي لهم ويتصدق لهم، وليس هناك أفضل من صدقة الماء. والشي هذا مر على محاتيكم، تدقلت لأمي يا ميمتي أي شي تبينه قولي لي، لا تقولي لإخواني وخواتي. وبعد 30 عاما قالها لي ولدي محمد، يا أبوي لا بغيت شي قل لي، لا تقول لإخواني وخواتي. وهذه مناسبة قصيدة ما سويت سوي بك. ما سويت سوي بك. شد قلتها لأمي قبل عدة سنين، احتجت شي يا ميمتي فذكريني، يا ميمتي طالبت برد التدين، أبي سواتي بت بعيالي تجيني، قولي لي وش تبغين يا قرة العين، أجيب يمك كل ما تطلبيني. قالت لي ما ودي على طول تعطين، حالك ضعيف والبشر عارفيني، كلامي لأمي تتعدى 30 أعوام راحت وكلنا راحليني، قصدي رضاها وبرها يا الميامي، سويتها بأمي وراده جنيني، عقب صلاة الفجر من يوم الاثنين، قال أهلي محمد عقب هالسنين، لا احتجت شي يا ابويا مر على العين، لا تقولي لاخواني ولازم تجيني، لا احتجت شي يا ابوي ولو بعد حين، لا تروحي لاخواني انا لك معيني، من عرفتي للعلم وانت اللي تعطين،
دين علي بالدماء رد ديني، ختم كلامه لي يوم ينادي. هذا الكلام يا ابوي بينك وبيني، كل الذي سويت بأمي هكا الحين رده لي محمد بعطف وليني. إلا بغيت العز وتكسب ملايين، أمك وأبوك احسن بهم يا ظنيني. نصيحتي للي بعيالي سنعين، يحسن على ما قلب الوالدين. أبوك وأمك برهم بالموازين، لرضيتهم أبشر بأمر ثميني. تصيري بالدنيا مقام العزيزين، بالآخره جنة وخليك فطيني. لا دمهم حيين اكسبها الاثنين، تلقاه بعيالك وهذا يقيني. بكرة إلى ما توجوك المعزين، ما ينفعك لو صحت واشي بعيني. صالح محمد عليان المزروع، محافظة الرس، مع شكري وتقديري للصديق العزيز أبو صالح أسكيتي، رياض الخبراء.